موضوع ينضم إلينا من مدينة كولونيا بألمانيا المحامي والباحث في القانون الأستاذ محمد آدم المقراني. أهلا وسهلا بك الأستاذ مقراني. بداية، متى قانونيا نعتبر أن هجوما ما هجوم إرهابي؟ لأن لهذه المرة الأولى التي يتم إحالة موضوع وهجوم مثل هذا على مسلمين إلى المدعي العام كهجوم إرهابي، الأمر الذي لم يحدث مثلا مع الهجوم الذي حدث داخل مسجد وأدى إلى مقتل مصل. شكرا سيدي. إذن بعد تحية، فعلا هذا يعني هو مربط الفرس باعتباري وأنا جريمة مقتل أبو بكر في علاقة بمقتله على مستوى ذلك المواطن المالي على مستوى المسجد. عدة وسائل الإعلام اعتبرته من قبيل الجرائم الإرهابية. إذن الإجابة عن سؤالكم، الجرائم الإرهابية هي أولا جرائم تخرج عن جرائم الحق العام العادية، باعتباري وأن القتل أو محاولة القتل في لسان الحال هي مبنية ومدعومة ويدفعها دوافع مرتبطة أساسا بالدين أو كذلك بالعرق أو بالانتماء على مستوى عرق معين أو وطن معين أو دولة معينة. لكن في أغلبها أغلب الجرائم الإرهابية مبنية أساسا على دوافع دينية ولغوية وانتماء لأوطان معينة. وبالتالي في لسان الحال النيابة الوطنية الفرنسية أو القطب الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا اعتبر لأول مرة في فرنسا أن جريمة مقتل المواطن التونسي هشام مراوي هي من قبيل الجريمة الإرهابية، عكس ما تم على مستوى المواطن المالي. كذلك تم تعهيد المديرية، كذلك من المرات الأولى تم تعهيد المديرية الوطنية للأمن الداخلي لدى الرئاسية للبحث في هذه القضية، وتم تكليف الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب بالبحث الأمني في هذه القضية. وبالتالي ذلك يظل إلى حد الآن لربما محل جدل على مستوى الساحة الإعلامية والقانونية الفرنسية، باعتباره أن كل جريمة قتل وكل جريمة بصفة عامة مدفوعة بدوافع دينية وعقائدية ولغوية وغيرها، ذلك يعتبر من قبيل الجرائم الإرهابية. لأن أيضا هناك من يقول لماذا لم يتم اعتبارها مثلا جريمة كراهية وليس جريمات إرهابية، لأن هناك إيديولوجيا. هذه المرة المشتبه به نشر تسجيلين مصورين وأظهر نواياه. بالضبط، وكذلك يعني في نهاية الأمر هي ليست هي جريمة منعزلة بقدر ما أن هذا الشخص في إطار تدويناته وكذلك في الفيديوهات ما تم نشره قبل الجريمة وبعد ارتكاب الجريمة يدعو لنشر الإيديولوجيات، وبالتالي تم توجيه له تهمة تكوين مجموعة إرهابية أو ما يدعى بتكوين وفاق إرهابي. بالتالي ليست مجرد جريمة كراهية بقدر ما هي جريمة تدعو إلى تكرر هذه الأعمال وارتكابها بصفة ممنهجة. وبالتالي عندما تكون هذه الأعمال مبنية على دوافع دينية وعرقية وغير ذلك وتدعو إلى ارتكابها بصفة ممنهجة ضد طائفة معينة أو ضد مجموعة بشرية معينة مهما كان انتماؤها، وبالتالي ذلك يشكل جريمة إرهابية، وهو ما يميزها على مختلف جرائم الكراهية السابقة. وحتى نكون صراحة في نهاية الأمر، في فرنسا شهدت في الفترات الأخيرة عدة، على الأقل في السنتين أو 3 سنوات المنصرمة، عدة جرائم ضد مسلمين تم تكييفها من قبيل الجرائم الكراهية، لكن في حقيقة الحال هي جرائم إرهابية. لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تخلفت عن ذلك وأخلت بدورها في قمع أو في مكافحة الجرائم الإرهابية. لأن التكييف، لأن في هذه النقطة هناك تعقيد ما بين القانون والسياسة في فرنسا. سيد آدم المقراني، وأنا أتحدث معك أمامي خبر نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن قضية أخرى أيضا هزت الرأي العام الفرنسي، قضية الفتى نائل ومقتله من قبل شرطي فرنسي. أمامي الآن أن القضية الشرطي الذي قتل الفتى سيحاكم على أساس أنه قام بجريمة قتل. هنا في فرنسا هناك الكثير من التساؤلات بشأن مدى مسؤولية الخطاب العنصري تجاه الجالية العربية المسلمة، بالتحديد المغاربية هنا في فرنسا، ومدى مسؤوليته
اتجاه هذه الجرائم التي تقع، فتارة تكيف على أنها جريمة قتل، تارة أخرى جريمة كراهية، ومرة أخرى جريمة إرهاب؟ بالفعل تعدد المعايير يخلق نوعا من اللغط والخلط لدى المتقبل بصفة عامة والمدرك بصفة عامة، باعتبار أن مثلا ضحية أن الشاب نائل عندما كان ضحية لجريمة من قبل أعوان شرطة تم تكييفه على أنها جريمة عادية، في أحيان أخرى كانت تم تكييفه على مستوى جرائم إرهابية، عفوا هذه أول مرة يتم تكييفه على مستوى جرائم إرهابية. بالتالي تعدد المعايير يضعف لربما حجاج النيابة العامة في فرنسا، باعتبار وأن أي جريمة يرتكبها شخص مسلم تنم لربما عن كراهية لا تتصل ضرورة بالإرهاب، تقريبا بصفة آلية يتم تكييفه على أساس كونها جريمة إرهابية في فرنسا. في المقابل لا يتم تكييف على أساس إرهابي ضد عندما تكون الضحية مسلمة أو من ديانة مسلمة. وبالتالي هذا تجيش لربما هذا تجيش ضد الجاليات المغاربية في فرنسا وضد العرب بصفة عامة في فرنسا، لربما فات أو تجاوز المعقول وصار يؤدي إلى أعمال ممنهجة ضد العرب وضد المسلمين وضد شكرا جزيلا. أشكرك قليل في نشرتكم عندما نعم. أشكرك. عذرا على مقاطعتك بسبب ضيق الوقت. الأستاذ محمد آدم المقراني، المحامي والباحث في القانون الدولي، كنت معنا من كولونيا في ألمانيا.